مرحبا، أنا ليلى. إذا كنتوا عم تدوروا على وصفة سهلة صحية اقتصادية وطيبة كتير وخالية من الجلوتين بثلاث مكونات بس، فلازم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله رح نعمل صفيحة برازيلية بثلاث مكونات خالية من الجلوتين، طيبة وسهلة وبسيطة، مناسبة للمدرسة، لللانش بوكس، للرحلات، للفطور السريع أو للعشاء السريع. طيبة كتير ورح تعجبكم أنا، ولما رح تجربوها رح تحبوها ورح تعملوها دائما. بدون عجن، بدون خميرة، بدون بيكنج باودر، رح تعجب الولاد كتير بالذات للمدرسة. وهلأ خلونا نبدأ. رح نبلش نسلق البطاطا. بناخد حبة بطاطا متوسطة الحجم مسلوقة، ويفضل نسلقها منيح ونبلش نهرسها وهي سخنة لحتى تنهرس معنا بشكل كتير منيح، يعني لازم تصير طرية مثل الكريم. بضل بهرسها بالشوكة بهذا الشكل مثل ما لكم شايفين، هي سخنة كتير. بس لحتى أخلص الهرس رح أنقلها هون لصحن كبير لأنه رح أضيف عليها مكونات تانية. ببلش بضيف 3 معالق طحين رز، وطبعا طحين الرز لازم يكون جلوتين فري، وبضيف رشة ملح بسيطة، وببلش بحركها بالشوكة لبين ما يختلط معي الطحين مع البطاطا المسلوقة. وبتساعدني البطاطا لما بتكون سخنة إنه بتنهرس بسرعة وبتختلط بسرعة. بعدين ببلش بضيف بياض بيضة واحدة بس، وبلش بخلط كل المكونات مع بعضهم وخلص. هاي هي العجينة بس بكل بساطة، 3 مكونات بسيطة جدا. بحركها منيح وبضل بعجنها لحتى تتشكل عندي عجينة طرية مثل ما موجود بالفيديو، مثل هيك تماما. هلأ صارت عندي العجينة ممتازة. رح أجي بصينية مدهونة بمسحة زيت بسيطة، وأبلش أشكل الصفيحة. التشكيل الصفيحة أنا حسب الرغبة مثل ما بتحبوا بتشكلوها. أنا بشكلها بهذا الشكل، بكورها وبعدين هيك بهرسها بإيدي، بحاول أعملها حواف مثل الصحن بتصير تقريبا. أنتوا يعني بتشكلوها بالطريقة اللي بتعجبكم. العجينة كتير طرية والشغل فيها كتير حلو، ما بتعذب أبدا، يعني شغلة دقايق بسيطة بتكونوا خلصتوا كل الكمية، ولا أسهل من هيك. كتير حبيتها أنا الصراحة ورح تعجبكم أنا متأكدة إن شاء الله. بتضلوا لحتى تعملوا كل الكمية، والحشوة اختيارية. أنا هون حشيتها جبنة ورشيت عليها شوية أعشاب عندي، زعتر أخضر، أوريجانو، يلي بتحبوه ممكن ما ترشوا شي أبدا. رح أحطها هلا بقى بفرن حامي مسبقا على درجة حرارة 180 من تحت بس تقريبا نص ساعة، أو كل واحد حسب الفرن تبعه، لحتى تدوب الجبنة وتحمر من تحت. وهي النتيجة النهائية. أكيد الصورة عم بتعبر عن إنه هي قديش ناجحة وقديش طيبة وقديش سهلة. شفتوا بدقايق بسيطة كانت عندي جاهزة. ممكن أبعتها مع الأولاد على المدرسة، ممكن أعتبرها عشاء خفيف سريع، فطور سريع. بتمنى أنه تكون عجبتكم الوصفة، واستنوني بوصفات جديدة دائما خالية من الجلوتين ومناسبة للمدارس، بما أنه هلأ نحن بموسم مدارس. إن شاء الله رح أنزل فيديو كل تنين وخميس الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة. ما تنسوا تشتركوا بقناتي وتعملوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. شكرا لمتابعة الفيديو.